السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم صحة وأحسن حال. اذكروا الله، لا إله إلا الله، وصلوا على النبي يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله، بشكركم على كل الكومنتات الحلوة اللي كتبتوها لي في الفيديو اللي عدى. تسلم ايديكم وتسلم عينيكم، بس معلش والله ما قدرتش أرد على الكومنتات. والله ربنا اللي يعلم ان انا بصوا الايام دي اللي انا صايماها الصداع مش مفارقني. ف فقلت بقى اعمل لكم ايه النهارده فيديو كده، اعمل لكم كده جوله بيتنا كده المتواضع البسيط. ده طبعا الشارع بتاعنا كده. مكه كانت بتشتري جنبينا، هي راحت اشترت وجات حتى مش لابسه الشبشب. قلت اعمل لكم جوله كده ببيتنا، واكتشفت ان انا بقى ما صورت لكم ما صورتش وشة بيتنا من بره ابدا. فقلت بقى النهارده بقى اصور لكم وشة بيتنا كده المتواضع البسيط كده. كانت يعني كنا بعد الظهر كده، كانت الناس نايمة، اغلب الناس جيران هنا صايمين. فبصوا يعني برضو اغلب الشارع هنا في ناس بانية البيوت ومش قاعدة فيها يعني ربنا موسع عليهم، دي بيوت زيادة فسايبينها، يعني بانيينها كده وسايبينها. وفي ناس طبعا حوالينا قاعدة شارجينها بس. آه، يلا بقى اتمنى تحطوا لي لايك حلو من ايديكم، تسلم ايديكم وعينيكم، كومنت للفيديو، ربي يخليكم ليا يا رب ويديمكم نعمة في حياتي كده. وبركة الايام المفترجة دي عند ربنا كده، كل نفسه في حاجة كده ربنا يحققها له يا رب. مكة ورانا. كنت طبعا واقفة عند البيت الجيران اللي قصادنا كده، وصورت لكم البيت من بره. ايه رأيكم في وشة بيتنا الحلوة الجميلة دي؟ وشة بيتنا حلوة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. قلت بقى اصور لكم كده الواجهه من بره، نسيت خالص ان انا اصور لكم بيتنا من بره في الشارع. بس طبعا انتوا عارفين انا ما كنتش بصور من بره عشان طبعا الجيران، بس طبعا الجيران جنبينا كلهم عارفين ان انا عامله قناه كده على اليوتيوب، يعني كل الناس عندنا عارفه يعني. فعادي حتى لو صورت عادي ما حدش بس اهم حاجه ان انا ما اصرش حد يعني وانا بصور، عشان طبعا الناس مش بتحب التصوير ولا بتحب كده يعني. يلا بقى ندخل بقى بيتنا كده ونعمل جولة حلوة ببيتنا كده. مكة ورانا كانوا بيقوموا واخر من النوم فمش بيناموا تاني، وانا افضل اقول لهم عايزة انام شوية عشان ده ببقى صايمة. يلا كده يا حبايبي نعمل جولة حلوة ببيتنا المتواضع البسيط. طبعا الناس اللي كانت معايا من بداية القناة عارفين بيتنا حتة حتة، يعني لان هم معايا من وانا تحت الصفر. من وانا تحت الصفر كده، انا عمري ما بنكر فضل ربنا عليا. الحمد لله. بص انا هقول لكم حاجه، انا دخلت اليوتيوب بس والله العظيم شقيت وتعبت في تمن البيت ده. يعني بصوا 15 سنه وانا اربي مواشي في بيت اهل جوزي. يعني انا قعدت مع بيت اهل جوزي، كانت والده محمد وسيف وشهد. لكن مكة ورانا ولدتهم في البيت ده. قعدت معاهم حوالي 9 سنين أو 10 سنين، بقيت أربي فيها مواشي هناك. يعني تعبت بصوا. بس طبعا شقيت وتعبت عشان خاطر ولادي، عشان خاطر ما يدعوش عليا، عشان خاطر ما يطلعوش يقولوا يعني بصوا انا كان ممكن اعمل زي غيري، ياما ناس جيت تحط المنوكير في ايديها وتلبس وتتمكيج وتتعدل ومش مهم عندها البيت وتاكل وتشرب، اهم حاجه الاكل والشرب. مش مهم بقى ايه البيت، مش مهم ان هي تعمل بيت لولادها. طبعا انا كنت يعني ما تعبت وبقيت اربي مواشي، وبقيت ابتديت بمعزه، وبعد المعزه جبت عجل، وبعد العجل بقيت اقلب في المواشي واحرم من نفسي من كل حاجه. كان نفسي ببقى نفسي تروح لاي حاجه ما اجيبهاش، واقول المواشي تاكل عشان خاطر اشتري بيت لاولادي. وشقيت وتعبت كتير. دخلت اليوتيوب، ايوه ما كنتش مشطبه في البيت اي حاجه، كان البيت على الطوب. والحمد لله، الحمد لله بفضل ربنا شطبت يعني كتير في البيت. وده المطبخ بتاعنا يا حبايبي. طبعا كل اللي معايا عارفين بيتي، بس طبعا الناس اللي دخلت جديد دايما كانوا يكتبوا لي اعملنا جولة في البيت يا ام محمد. كنت مسحة هنا كده ورشة الأرضية ورشة الحيطان تحت السلم كده، دايما بنضف وبخليه زي الفل. ومطبخنا طبعا بسيط، بس انا طبعا ايه دايما بنضف وبخليه كده دايما كده يا حبايبي، كل يوم كده انضف كده البوتاجاز ما خليش اي مواعين فيه وسخة عشان خاطر ما يلمش دبان ولا اي حاجة. هو صحيح بسيط مش زي المطابخ اللي احنا بنشوفها في الفيديوهات، بس طبعا ايه دايما انا بنضفه. مهما كان بسيط كده لازم ننضفه يوميا. اهو يا حبايبي. وهنا الحمام طبعا بتاعنا ده اللي مش راكب عليه بيب، ان شاء الله يركب عليه بيب ان شاء الله باذن الله، وكل حاجه تفرج وتتعمل باذن الله تعالى.
ان شاء الله يا حبايبي، كل اللي نفسه في حاجه كده ربنا يحققها له يا رب، واللي نفسه في بيت كده وربنا يكرمه باحسن بيت في الدنيا كده واللي نفسها بنتها تتجوز ربنا يرزقها بابن الحلال، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، وبركه الايام المفترجه دي يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، امين يا رب العالمين. بس كده يا حبايبي، خلاص كده البيت بتاعنا قرب يخلص. دي اوضه النوم طبعا انتوا عارفينها، والاوضه التانية اللي هي طبعا اللي بره دي اللي هي لسه طبعا ما اتشطبتش. ان شاء الله باذن الله، اللي يقول يا رب ربنا يكرمه باذن الله ربنا يكرمنا. احنا مش بنستعجل على الرزق ابدا، ربنا يكرمنا ان شاء الله وهنعملها باذن الله. ولادي نزلوا الحمامات فيها تحت كده عشان عقبال بس مسافلتها يعني، واعمل الارضيه بتاعتها. بس هطلعهم تاني. هطلعهم تاني عشان اعمل زي ما قلت لكم، هدخل اوضه النوم فيها باذن الله قبل قبل طبعا الشبكه. مش والعيال ولادي بقى لقيوا الحمامات مش فالحين فوق طبعا، بيطلعوا وبنطلع نلاقي الزغاليل بتاع ولادهم، مش عارفه القطط واكلاهم ولا ايه. وحتى البيض بتاع الحمام مش بنلاقيه، بس القطه اللي عندنا والله مش بتأذي حاجه ولا بتاكل من اي حاجه. بس هي القطط الغريبه اللي بتيجي طبعا بتنط من البيوت، من على البيوت. فطبعا لقيت فيهم دكارين في وسط الحمامات دول. الحمامات دول كنا شارينهم يعني على بعضهم من واحدة جارتنا كده. فانا طبعا ايه احب اشوف الحاجة كده واعرف الحمام من بعضيه يعني. فانا طبعا لقيت فيهم دكارين، قلت لهم بقول لكم ايه، النهارده بقى هعمل عليهم شويه ملوخيه وشويه مكرونه بقى عشان ايه نفطر عليهم النهارده. كنت عامله اول يوم في الصيام اكله شعبيه، بطاطس وعروس وفول وكده. فقلت لهم مش هقدر اكل النهارده فول وطعميه تاني. راحوا ضحكوا عليا. قلت لهم نعم انا صايم، مش هينفع ان انا اكل فول وطعميه تاني النهارده وعروس. رايكم اعمل لكم شويه ملوخيه وشويه مكرونه كده ورا الحمامتين. طبعا يا حبيبي عندنا الحمام العتيق هو اللي الحمام الزغاليل هو اللي بيتحشي، لكن العتيق ما بيتحشيش. بس فقلت بقى اعمل عليهم شويه ملوخيه كده وشويه مكرونه حلوين ونفطر عليهم. بصوا ما اقولكوش ولادك بصوا عايزين الطيور دي ولا نذبحها ولا نبيعها ولا اي حاجه من الكلام ده كله، نخليها كزينه بس كده. بصوا ويزعلوا لو ذبحت اي حاجه من الطيور. وعندي الواد سيف ده والله العظيم تاني لو ذبحت حاجه شافها مذبوحه قدامه ما بيرضاش ياكل. دول افضل اقول له يا ابني تعالى كل ما كل حاجه بتذبح كده تندبح. فطيب يزعل على الحاجه لو ذبحتها قدامي، يقول طيب لما تقعدي تذبح ما تذبحيش قدامي، انا اجي الاقي فبيزعلوا. وعايزين الحاجه بس كده يجيبوها، ما ولا يبيعوها ولا يذبحوها ولا اي حاجه خالص، يسيبوها كده. يبقوا كانوا زعلوا على الوزديت عشان بحت منهم جوزين وذبحت منهم بقى ذكر، وبحت منهم جوزين. فكانوا زعلانين على اللي بحتهم. قلت لهم زي بعض الحاجه دي بنبيعها نصرف بيها في البيت، تنفع لكده لكده. بحت منهم جوزين كده، الجوز والله ب400 جنيه، بحت جوزين ب800 جنيه ونفع يعني. اخدتهم بقيت اجيب منهم اكل للطيور وبصرف منهم في البيت. كل حاجه بتنفع والله، الطيور خير ونعمه في البيت. ويا بخت اللي عنده طيور كده وبيربيها، والله العظيم نعمه. ده كل حاجه غاليه. فعارفين لو عندك بط ولا اي حاجه كده بتنفع في البيت والله، تنفع في يوم زنقه، يوم كده يوم كده. الدنيا عمرها ما بتدينا وشها على طول، يوم كده ويوم كده والعمليه بتمشي. يلا يا حبيبي تعالوا افطروا معانا بقى، كان المغرب خلاص أذن كده. وحطيت الفطار كده وقلت بقى ايه، ربنا يا رب يتقبل صيامنا ويتقبل صلاتنا يا رب، امين يا رب العالمين. تعالوا افطروا معانا يا حبيبي.